دكتور عثمان، نعم. هو بعد الحقن بيكون في ألم؟ هو علميا أقل نسبة ألم بتكون مع تدخلات الليزر أو التردد الحراري، لكن أنا حابب إن احنا نسمع أكتر من العلم، إن احنا نسمع من المريض اللي لسه خارج من العمليات رأيه إيه في التدخل وهل في ألم أم لا. أستاذ محمد، إزاي حضرتك؟ ناس كتير بتسأل أنا خايفة من العملية عشان الألم، أنا خايف من العملية إن أنا ما عنديش وقت، أنا عندي شغل وارتباطات. إحنا معاك أهو بعد ربع ساعة بعد العملية، حصل. أنت ممكن تنزل شغل دلوقتي. حصل. الفكرة كلها أنا لما عملت العملية ما أنا مش أول حاجة ما حسيتش ولا بألم ولا بوجع، هنقول بس الصراحة شكت إبرة بسيطة قوي يعني، بس بتاعها يعني. وغير كده العملية خلصت بسرعة، أنا ما توقعتش إن أنا هطلع في السرعة دي. كملنا تلت ساعة. تلت ساعة وأنا رجلي تمام يعني. همشي دلوقتي الدنيا تمام بإذن الله، وكله يعني بحضرتك يعني، الله يبارك لك. تطلعاتك إن شاء الله يعني نقابل حضرتك قريب مع الرجل التانية بإذن الله، مشيئة الرحمن. خلاص كل حاجة حلوة بيرضي الله يعني، مش كلام إن إحنا بنعمل لايف أو بنتكلم في حاجة زي كده، بس هي حرفيا كل حاجة كويسة.